عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس رقم 34. درس النهاردة هيكون بعنوان الرسومات البيانية أو المخططات. برنامج الإكسل بيتميز بإمكانياته الكبيرة لرسم ومعالجة المخططات والرسومات البيانية، لأنه بيحتوي على أكتر من 50 نوع من المخططات ديت. وعشان خاطر تقدر تعمل مخطط أو شارت داخل الإكسل، لازم تكون الداتا عندك مرتبة بشكل من الأشكال المحدد اللي قدامنا ده كده. وعشان خاطر تبدأ تعمل شارت، هتيجي على يعني على النطاق بتاعك كده، وبتعمل تحديد للبيانات. وفي كذا طريقة تقدر تعمل بيها مخطط. أول حاجة أنت مثلا تضغط ألت مع F1، بيروح على طول يعمل لك مخطط بالشكل اللي أنت شايفه ده. أو إن أنت أول ما بتحدد كده، أو إن أنت تيجي على أو إن أنت تيجي على تابة إدراج أو انسيرت، وتلاقي هنا في جروب اسمها مخططات، وتختار من المخططات اللي انت شايفها مناسبة بالنسبة لك. وفي كمان خيار جديد في الاوفيس من اول 2010 وما احدث من ذلك، خيار اسمه المخططات الموصى بها. المخططات الموصى بها دي اول ما بضغط عليها بيطلع لي مربع الحوار ده كده، وبيقول لي انت عايز شكل المخطط عامل ازاي، يا اما عمودي، يا اما دائري، يا اما ايا ما يكن بقى من نوع المخططات اللي انت شايفها ده كده. المخططات الموصى بيها للنوع بتاع البيانات دوت. او بتيجي عند كافة المخططات هنا، وتقدر تختار انواع تانية غير المخططات الموصى، غير المخططات الموصى بها. خلينا نختار المخطط ده كده ونقول له موافق. طيب التعديل على المخططات او التعديل على الشارت، تقدر تعمل تعديل على المخطط. لو جيت وقفت على المخطط كده، هتلاقي بيتأكتف عندك هنا 2 تابة جداد، حاجة اسمها تصميم المخطط او تشارت ديزاين، او التابة هنا اسمها تنسيق. طيب هنبدأ بالتابة دي كده، فيها كذا خيار من خيارات التنسيق. أول حاجة إن أنت تقدر تختار النمط بتاع المخطط بتاعك. لو مش عاجبك أي نمط من الأنماط اللي قدامك دي كده، بتقدر تختار أنماط مختلفة عن طريق الضغط على الزر ده كده. بتلاقي برضو أنماط تانية تقدر تختارها. خلينا مثلا نختار النمط ده، شكله حلو كده تمام. بعد كده من تاب الديزاين أو تصميم المخطط دوت، تعمل اول حاجه اضافه عنصر الى المخطط. زي مثلا المحاور، تقدر مثلا تعمل محور افقي تشيله او تحطه. لاحظ معايا وانا واقف على على الخيارات كده ايه اللي بيحصل في المخطط. تقدر كمان بالنسبه لعناوين المحاور افقي او رأسي تشيله او تحطه، عنوان السينات وعنوان الصادات وهكذا. بالنسبه كمان لعنوان المخطط، ممكن تشيل العنوان خالص. احنا عندنا عنوان هنا اسمه توتال، ممكن تغيره اعلى، تخليه اعلى او تخليه متداخل في النص كده. وخيارات كتيره. بالمناسبه هنا لو انت عاوز تغير نوع المخطط ده، اسم التوتال دوت، وتكتب العنوان اللي انت عاوزه تمام كده. نرجع تاني للتيبل ديزاين او لتشارت ديزاين، ادوات المخطط هنا. بالنسبه كمان للتولز اللي انت تقدر تعدل عليها، مثلا وسيله الايضاح، اللي هو مثلا تخليها على اليمين، تخليها فوق، تخليها تحت كده تمام كده. بالنسبه كمان لخطوط الشبكه، تقدر تشيل الخطوط او تخليها عموديه بس او رأسيه بس، او تخليها بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي كده. بالنسبه لجداول البيانات، اللي هو الجدول اللي بيحتوي على الداتا بتاعت البيانات دي، تقدر تظهرها برضو على المربع او ما تظهرهاش. لاحظ معايا التغير اللي بيحصل في البتاع. في بعض الخيارات او كتير جدا من الخيارات المتاحه بالنسبه لك ان انت تقدر تنسق الشارت بتاعك بيه. في كمان حاجه اسمها تخطيط سريع. لو انت عاوز تخطيط سريع للمخطط، بدل ما تقعد تعمل كل حاجه لوحدها، تقدر تختار من الاشكال دي كده. لو جيت وقفت هنا كده مثلا، شوف التخطيط دوت، او التخطيط ده، او التخطيط ده، وهكذا. لو في اي تخطيط فيهم عاجبك بتختاره، ولو فيهم تخطيط مش عاجبك ممكن تعمل التخطيط اللي انت عايزه بمزاجك. طيب بالنسبه برضو لانماط الالوان، تقدر تغير الالوان بتاعه المخطط عن طريق ان انت تختار مثلا احادي اللون بالمنظر دوت، او تختار مثلا اللون ده او اللون ده او الالوان دي. وتقدر كمان تغير في تدرج الالوان دي كمان. ماشي. طيب خلينا مثلا ده كده بالنسبه ل التنسيق بتاع المخطط او تصميم المخطط. نيجي بقى للتنسيق.
لتاب التنسيق. تقدر بقى تنسق اي حاجه بالنسبه للخطوط دي، بالنسبه للكلام دوت، عن طريق مثلا لو انت مثلا حابب تعبئه الشكل مثلا. هنا اول حاجه نقول مثلا هنعبيه كده. طبعا انا واقف على شكل محدد فهو يعني راح عباه، لكن لو انا واقف على المخطط كله كده وجيت تعبئه الشكل هنا كده واخترتها مثلا دي، شفت اللي بيحصل ايه؟ هنا تعبئه الشكل كله. كل دي خيارات تقدر يعني تعدل بيها المخطط بتاعك، سواء تنسيق الشكل او اللون او الخط او وسيله الايضاح، آه، وحاجات كتير. طيب نيجي بعد كده مثلا لو انت عندك خلينا نحذف دوت. لو انت عندك نوع البيانات اللي احنا مثلناه من شويه دوت بيحتوي على عمود واحد. في الحاله اللي قدامنا دلوقتي دي مبيعات لاربع مناطق لأصناف متعددة. فخلينا نمثل هذه البيانات تمثيلا بيانيا ونشوف شكلها يبقى عامل ازاي. بتعمل تحديد للبيانات لو هي مش محطوطة في جدول رسمي زي ما قلنا يعني في الحلقة اللي فاتت، وبتضغط كنترول او الت مع اف واحد، او لو انت عاوز التنسيق على طول يطلع ايه بالمنظر الاساسي، او ان انت بتحدد البيانات وتعمل انسيرت وتختار نوع المخطط اللي انت عايزه. هنختار المخططات الموصى بها وتشوف النوع المخطط، عايزه مثلا بالمنظر ده، عايزه بالمنظر ده، عايزه بالمنظر ده. انا شخصيا بفضل المنظر ده. وطبعا كل شكل او كل نوع مخطط بيتناسب مع نوع الداتا اللي موجوده فيه. يعني في بيانات يفضل انها تمثل في شكل دائري، وفي بيانات يفضل انها تمثل في شكل عمودي بالمنظر دوت. ده بيختلف على حسب شغلك انت. تمام. طيب ده كده المنظر بتاع الداتا اللي فيها اكتر من عمود. في حالتنا هنا مثلا بيمثل محور السينات المناطق، ومحور الصادات بيمثل الاصناف. تقدر تعمل في تاب الديزاين هنا كده ان انت يعني تبدل السينات مكان الصادات، او يعني ولا عكس، عن طريق الزرار ده كده بتضغط عليه على طول بيقلب السين مكان الصاد والصاد مكان السين. تقدر كمان ان انت تحدد البيانات بتاعتك تاني. لو انت عندك مثلا داتا تانية انضافت هنا، بتيجي هنا كده بتحدد المخطط وبتضغط على تحديد البيانات، بيفتح لك مربع الحوار دوت، بيقول لك انت عاوز تعدل في السينات ولا في الصادات. بتقدر بقى تختار المحور اللي انت عايز تحدد فيه وتعدل فيه عادي جدا يعني. طبعا احنا يعني درس النهارده هو مقدمه في المخططات، لكن احنا ان شاء الله هنشرح المخططات بصوره مفصله اكتر يعني في الكورس الثاني ان شاء الله. بعد ما نخلص الكورس دوت فاضل لنا فيه 4 حلقات، نفس اللي عملناه في الشرط الاولاني نقدر نعمله هنا برضه. وتقدر كمان اثناء يعني تقدر تعدل على المخطط بعد ما تخلص تنسيق عليه، تغير نوعه. يعني مثلا بتقف عليه كده وتيجي عند الخليه دي كده او الزرار ده وتضغط تغيير نوع المخطط او تشينج شارت تايب، وتقدر تختار بقى اي نوع انت مختاره او اي شكل انت محتاجه. مثلا لو غيرناه مثلا لشرط الدائري ده كده قلنا موافق، هيطلع بالمنظر ده كده، وهكذا. كان في احد الزملاء برضو سألنا في التعليقات او في اللايف بتاع التيك توك، عاوز شرط اللي هو السرعة، عداد السرعة دوت بيكون عبارة عن 2 شرط متداخلين مع بعض. هنشرحه ان شاء الله، ولكن هنشرحه في الجزء الثاني لان هو بياخد وقت وكده، ومور ادفانسد شويه عن الشرح اللي احنا بنشرحه في الكورس دوت. فهنشرحه ان شاء الله في الكورس الثاني. وبكده تكون اخدت مقدمه سريعه ومبسطه عن المخططات البيانيه داخل الاكسل. زي ما قلت لك ان دي مقدمه بس. هنتكلم ان شاء الله في الكورس الثاني عن اشياء مور ادفانسد، او اشياء متعمقه اكتر في تنسيق المخططات البيانيه. الدرس الجاي ان شاء الله هنشرح الجداول المحوريه او البيفت تيبل. محتاج منك لو ما عملتش اشتراك في قناه اليوتيوب تعمل اشتراك، ولو في حاجه وقفت معاك اسالني في التعليقات وان شاء الله نرد عليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.